السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهاردة احلى غدا. طبعا اكلة السمك واكلة الرز والسلطة من احلى الاكلات اللي ممكن تجمعها عليهم العيلة. هنعمل مع بعض النهاردة الرز الصيادية الاحمر، زي ما انت شايفة كده، الحباية بحبايتها، ولا معجن ولا مكبس ولا اي حاجة خالص. تحفة، طعم ولون وريحة. احلى من احلى رز ممكن تفكري تعمليه. وعندي تركه حلوه قوي ممكن تعمليها مع الرز يخليه مسكر وزي العسل. هنقول مع بعض الخطوات الرز، بس تعالي معايا نشوف السمك. وادي السمك بتاعي زي ما انتم شايفين، ما شاء الله. السمك حلو قوي والله، كاميرا ظلمه لونه جميل وتحفه. السمكه ماسكه نفسها اهو زي ما انتم شايفين. السمكه لا هي طريه ولا اي حاجه فيها قرمشه. السمكه مش طريه خالص. التحمير بتاعها من فوق الممتاز كمان. ما شاء الله، الريحه كانت غالبه على اي اكل تاني كان جنبها. هنجيب مع بعض كده السمكه اللي المفروض هنعمل فيها ايه. طبعا احنا بننضف السمكه زي ما انتم شايفين كده، لو من جوه ومن الخياشين، وزي ما انت شايفه انا بنضفها تنظيف كويس جدا. وبقطع اي زعانف فيها، حتى الديل بتاعها وكله انا بقصقصه. حتى الديل بقصره لانه بيضايقني طبعا، واحنا بنقلي بيبقى طويل كده ملوش لازمه. المفروض ان السمكه بحطها على الناحيه دي اللي هي على ناحيه البطن، واسيبها مرصوصين الناحيه دي عشان خاطر اصفي اي ميه زياده مطرح الغسيل. وباجي هنا كده بقطعها قطع من بطنها كده من بره، 3 2، زي ما انت حابه تعمليها بميل، حابه تعمليها كده برضو مفيش مشكله. في ناس بتعملها على شكل مربعات ومثلثات واشكال غريبه كده، بس برضو مش مشكله. اهم حاجه ان هو الشكل اللي يريحك اعمليه. احنا كل الهدف من الفتحات اللي احنا بنعملها دي ان هي تدخل السوى لحد جوه السمكه. ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده فيها لحم كتير، فعشان خاطر تستوي ما تبقاش نيه من جوه وتبقى واخده اللون من بره، فاحنا بنفتح التفتحات اللي من بره دي، وبتسهل علينا في التسويه، وبيطلع ما شاء الله زي الفل. بص اللي مقطعاه وصل لحد السلسله كده. انا خلاص هخلص كل التقطيع بتاعي، وهاجي عليهم كده بليمونتين 3 كده. وبعد ما خلصت طبعا هو ما فيهوش اي ميه مطرح الغسيل خالص، هنحط بقى الليمون ده كده واسيبه في الليمون عقبال ما اعمل الدقه بتاعتي اللي انا هعمل بيها السمك. تعالي بقى وانا اقول لك على الدقه بتاعتي وايه الحاجات اللي انا هحطها فيها. حاجه كده بصراحه خلطه تحفه هتنفعك في حاجات كتير مش السمك وبس. وهقول لك هنعمل ايه دلوقتي. معايا الخلطه بتاعتي شويه توم، نص بصلايه، قرنين فلفل رومي، قرنين فلفل احمر، قرن حراق اللي هو الفلفل العادي الاخضر، معايا بابريكا، معايا توابل بتاعه سمك، معايا كمون، معايا كزبره ناشفه، ومعايا حبه فلفل اسود. حطي فلفل اسود هي بيفرق والله، حطي فلفل اسود وشويه ملح. ولو عندك بقى هريسه شطه كمان حطي، انا ما عنديش بس انا حاطه مكانهم فلفل حراق اللي هو الاحمر ده، تحفه. انا ما حطيتش شطه لان احنا مش عايزين حاجه مشطشطه قوي، فانا استكفيت بالقرون الفلفل اللي انا حراقه اللي انا حطيتها الاحمر والاخضر، دول حاميين قوي، فانا استكفيت بيهم. مع شويه التوم، حبه توم كده محترمين حلوين كده تحطيهم زي الفل، ومع النص بصلايه هتبقى الدنيا فل قوي. هنعصر برضو عصره ليمونتين كده زي الفل. لما بتعصري الليمون على الخلطه ومن بدايتها، اولا بيسهل عليها الضرب لما كنا عاملاها في كبه يعني، بيساعد عليها الضرب، وكمان بيخلي الطعم بتاع الخلطه حلو قوي. حطيت برضو معلقتين كبار من الخل، وحطيت بقى كل التوابل اللي انا قلت لك عليهم دول، البابريكا، توابل السمك، البهارات، حطيت الكزبره، حطيت الملح، كله على بعضه. وهبدا بقى ان انا اضرب. بصوا زي ما انتم شايفين كده، انا عايزه بس اوريكي وهو بينضرب. بص بيبقى ناعم ازاي، تحفه. طبعا السوائل اللي انا حطيتها اللي هي الليمون والخل سهلت علينا الدنيا، وتخلي الخلطه معايا تبقى زي الفل. عايزه اقول لك ريحتها بس وهي بتتضرب كده ريحتها حلوه قوي، يعني تتاكل نيه بصراحه، ريحتها جميله. هنا بقى السمكه بتاعتي هجيبها وهمسك كل التفتحات اللي فيها. بصي اللون حلو ازاي، انا ما حطيتش فيها اي حاجه ولا حطيت فيها فلفل اللي هو الهريسه ولا اي حاجه، بس بصي لونها احمر عشان القرنين الحمر اللي احنا حاطينهم. هاجي كده في الفتحات اللي احنا حطيناها، ومن قلب السمكه كده من عند الخيشين والراس، ومن الفتحات كلها برضو هملاها بالدقه بتاعتي. وهخلي معلقه كده هقولك هنعمل بيها ايه. بس هخلص بقى كل السمك بتاعي بنفس الطريقه دي. وهحاول برضو ان انا احطه في مصفى ولا حاجه لو في اي مواد، في اي ميه يعني تنزل، لان الميه دي هي اللي بتخلي السمكه تبقى طريه في القلي. اي حاجه بتبقى كده بتبقى طريه في القلي. انا مش عايزه السمكه نفسها هي اللي تكون بيقولوا عليها ايه، تبقى مبلبله كده بالميه. انا مش عايزه كده، انا عايزه هقولك نعمل ايه بس بعدين. هخلص كل بقى الكميه بتاعتي دي، وهقولك الخطوه اللي بعد كده.
خلاص كده انا بصفيه، مش هخلي فيه سوائل خالص، هصفي كل السوائل اللي فيه، حتى الميه اللي هتبقى فيه من الدقه والكلام ده انا عصرتها وكله، انا بس ايه هنزل اي زوايد. طبعا السمك كل الناس بتعمله، هي مش افتكاسه ولا حاجه، بس كل واحد وليه تركه كده في الاكله بتاعته، فهي دي التركه بتاعتي انا. وتفضلوا شوفوها معايا، ولو عجبتكم ما تنسونيش في اللايك والشير. لو وصلت معايا لحد هنا لايك بقى كتير كده علشان خاطر يوصل لكم معايا الجديد. كده انا هسيب السمك بتاعي بالدقه بتاعته، واسيبه لحد مثلا ساعه ولا حاجه عقبال بس ما اعمل الرز. انا جبت بصلتين 3 وحطيتهم برده في الكبه. بصي انا فرمتهم ناعم، بس مش ميه خالص، لا انا عملتهم ناعم زي ما كاني مخرطاهم بالسكينه بالظبط. شايفين عامله ازاي حلوه قوي. هنزل عليها كده بحبه زيت حلوين. في ناس بتحب تعمل الرز بزيت السمك، بصراحه انا بحس ان هو من كتر ما بيغلي بيبقى حامي، لما تيجي تعملي الرز بيبقى الرز حامي، فانا ما بحبهاش. هوصل للمرحله دي، واول ما احس انه دخل في اللون يبقى ذهبي شويه، هو طبعا لسه ما بقاش ذهبي قوي، هحط معلقه من السكر. هتحطي سكر على رز السمك؟ تعالي بس وجربي التركيه دي هتعجبك قوي. هنحط معلقه وما تخافيش، ولا هتتحرق ولا هتدي معاكي لسعه ولا اي حاجه خالص. هفضل كده لحد لما اللون بتاع البصله يغمق شويه. طبعا كده حلوه قوي، انا عايزاه في المرحله دي. وهنزل عليها بمعلقه كبيره من الصلصه، لو عايز تستغني عنها استغني، بس هو الرز الاحمر بتاع السمك هو بيبقى كده. عايز تحطي طماطم فريش بس هتلزق منك الرز وهيبهدل الدنيا، لكن الصلصه مش هيلزق منك. بالطريقه بتاعتي دي. وهنحط بقى شويه الميه عليهم. اهم حاجه بقى في المرحله دي هنحط كميه الميه اللي انت تحسي انها مناسبه لكميه الرز اللي هتحطيها، عشان اول ما هتغلي هتبقى مش هتزودي ميه تاني، ولو زودتي تزودي ميه سخنه، ما تزوديش ميه ساقعه. طبعا شايفين اصلا اللون عامل ازاي، هو مش محتاج كلام، هو اصلا كده خدت لون. طب احنا ليه بنحط الميه قبل ما نحط الرز؟ عشان نخلط اللون بتاع الصلصه مع البصله ياخدوا غلوه كده وكله يخلط في قلب بعضه. اللي انا حطيته ده معلقه من الدقه اللي انا عملت بيها السمك. توم، حطينا توم، حطينا معلقه من الهريسه اللي احنا عملناها او من تتبيله السمك، حطيناها هنا معايا في ميه الرز. وحطيت شويه ملح، وحطيت شويه كمون، وحطيت شويه فلفل اسود، حطيت شويه حاجات كده، وظبطت الشوربه بتاعت الرز بتاعتي. واول ما غليت بصي اللون بقى غني جدا. هنزل بقى بالرز بتاعي مغسول ومنقوع، مغسول ومتصفي، مش منقوع، ما نقعتوش، هو اتغسل واتصفى زي الفل كده. انا لو الرز بتاعي رز اكياس الرز ده سايب، لو الرز رز اكياس انا بحط ما بغسلوش على فكره، لكن الرز ده عشان انا جايباه سايب فانا عملت كده. ده الدقيق بتاعي اللي انا هعمل فيه السمك. حطيت قد ايه؟ حطيت حوالي كوبايتين من الدقيق، وحطيت نص كوبايه من النشا. النشا ليه؟ لان الدقيق لوحده هيخليه طري، انا حطيت النشا عشان خاطر يبقى فيه القرمشه اللي قلتلك عليها. هنحط عليها حبه ملح، هنحط حبه كمون، هنحط حبه بابريكا، هنحط شويه فلفل. كل التوابل اللي انا عايزه احطها حبه صغيرين كده من كل حاجه على حبه الدقيق والنشا دول، وهقلبهم تقليبه حلوه كده. وهنخش على الخطوه اللي بعديها. هنا بقى انا هقلب كل الكميه بتاعتي دي، هحاول على قد ما اقدر ان انا ما اخليش التوابل في حته واحده، كله يتقلب في قلب بعضيه. لو عندك كيس بقى انت ممكن تحطي الدقيق ده في قلب كيس وترجيه كده في قلب بعضه، كله برده هيتقلب، بس كده شغال وكده شغال. هجيب بقى الدقيق بتاعي وهنفض بيه السمكه من جوه ومن بره. اهم حاجه بعد ما اعمل كل ده ان انا انفض السمكه من الدقيق. انا مش عايزه عليها دقيق كتير، انا عايزه بس الدقيق اللي انا هحطه ده يتشمع عليها، يتشمع، ما يبقاش كتير، وفي نفس الوقت يمسك عليها ما زي الكفر ما يتشالش. هخلص كده دي واحده وادي التانية اهو. طبعا التوم اللي من بره ده هو اللي بيتلسوع وبياخد لون والكلام ده كله، بس مفيش مشكله وما بيأثرش على السمكه بتاعتي في اي حاجه. بس بصي انا بدوس عليها كاني بعمل بانيه. شفت احنا بنيجي نعمل البانيه بندوس عليه ازاي عشان الكفر ما يقعش؟ هي دي نفس الحكايه. وبرده هنا بدوس كده ان التتبيله اللي جوه لما بتنزل في الزيت بتنزل في قلب الزيت وبتتحروق، انا مش عايزاها تنزل، فانا حطيت عليها رشه من الدقيق وهسيبها لحد لما اخلص خالص. طبعا كده خلاص هو الكفر بتاعي مسك. انا جايبه ميه ساقعه من التلاجة وهنزل فيها السمكه بسرعه قوي يعني، وهصفيها من البطن. يعني ايه؟ يعني البطن بتاعت السمكه هحاول برضو لو دخل فيها ميه اصفيها، ما احطش السمكه بميتها، انا بس هحطها انزلها واطلعها بسرعه جدا في الميه. بصي لازم تتصفى كويس. وهنزل كده في السمكه في الزيت بتاعي، والزيت يكون طبعا مقدوح كويس،
وادي الرز بتاعي زي ما انتم شايفين. بصي لونه، اللون الاحمر تحفه، الرز مفلفل ما فيهوش غلطه. عايزه اقول لكم مسكر وجميل وحلو قوي وريحته تجنن، ما فيهوش غلطه. دي السمكيه بتاعتي اهو زي ما انتم شايفين ما شاء الله. حتى اللون بدا ان هو يجي على الجناب اهو، ده اللون بتاع السمكه، ذهبي وجميل جدا جدا. انا عايزه اقول لك ان في التصوير كان مغمق، لكن هو في الحقيقه ما كانش غامق كده خالص. بص اللون عامل ازاي، اللون بيشهي بصراحه. وواضح جدا من وانا بقلب السمكه ان السمكه مش طريه، السمكه معايا اهي مش طريه خالص. ده عشان النشا والدقيق اللي احنا حطيناه، طبعا تسقيط الميه برضو نفس الكلام. طب عايزين نفهم احنا ليه حطيناه في الميه قبل ما نقليه. عشان خاطر الدقيق لما بينزل في قلب الزيت اولا بيتحرق، بيغمق الزيت، بيتحرق منك بسرعه، بتضطري انك تغيري الزيت او تحطي زيت تاني على زيت، والشقه تبقى مدخنه او المكان اللي بتقلي فيه والمطبخ يكونوا مدخنين. كل الكلام ده كله ولا ليه لازمه. لو عملتي الحركه بتاعه الميه دي كانك ما بتقليش سمك خالص. ولو مش عايزه يبقى فيه ريحه قلي سمك، حطي قشره الليمونه في قلب الزيت. فطبعا انا بالنسبه لي حلو ان انا يبقى عندي ريحه السمك في البيت، مفيش مشكله خالص. وكده انا خلاص غرفت الرز بتاعي زي ما انتم شايفين كده تحفه، لون وشكل وطعم. جربيه بالطريقه دي هيعجبك جدا. وادي السمك بتاعي مقرمش، طب مش طري خالص، اللون ذهبي حلو. الحتت الغامقه دي التتبيله بتاعته. وعايزه اقول لك ان هو تحفه جدا. بص السمكه ماسكه نفسها وما شاء الله زي الفل. برضو لو هرجع واقول لك لو وصلتي معايا لحد هنا اوعي تنسي اللايك، مهم عندي قوي انك تعملي اللايك بتاعي. والف هنا وشوف اللي يجرب الطريقه بتاعتي دي وقولوا لي رايكم. استمتعوا بقى معايا بالشكل وباللون. بص الرز عامل ازاي، الحبايه بحبايتها حاجه كده تحفه. لو عملتي عزومه يشرفك.